هتطلعي الطبق على التسوية على طول، تشوي او تقلي مش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود، سواء بقى بتشتغلي او مسافرة مصيف. التتبيلات دي هتوفر عليكي وقفة المطبخ والمجهود الكبير اللي بتعمليه. تعالي النهاردة اقولك على 3 تتبيلات في الفيديو ده، ل3 اكلات سريعة جدا مش هتاخد مننا وقت. فراخ مشوية وشاورما وبانيه. لايك وشير وفولو بينا نبتدي. هتلاقوا عندي كل جديد وقديم، ونسمي الله ونبدأ. واول حاجة هبدأ بيها هي تتبيلة الفراخ المشوية، ودي التتبيلة المصرية. التتبيلة دي تكفي 3 فرخات. عندي هنا 3 بصلات، وعليهم 3 طماطميات، وعليهم كمان قرن فلفل احمر حلو، وهنزل عليهم ب3 معالق كبيرة بهارات فراخ، وعليهم معلقة صغيرة زعتر، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة ملح، علبة زبادي كبيرة او علبتين زبادي صغيرين، ومعلقة كبيرة صويا صوص، وتقدروا تستغنوا عنها او تستبدلوها بمعلقة عسل، وعصير 3 ليمونات. هنضرب كل الحاجات دي في الكبة وننعمهم كويس جدا بالشكل ده. هنجيب بقى ال3 فرخات اللي عندي، غسلتهم كويس جدا وعملت لهم محلول نقع، وعملت كمان فيهم فتحات بالشكل ده، وقطعت كل فرخة على 4 اجزاء. وننزل بقى بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا دي على الفراخ. انا هنا كنت نسيت احط في التتبيلة في الاول زيت، فهحطهم دلوقتي 3 معالق كبار زيت، واقلبهم كلهم كده في قلب بعضها، واتبل الفرخة كويس جدا. ونبدأ بقى نقسمهم في طبق او في علب بالشكل دوت على حسب احتياجنا. انا هنا احط كل نص فرخة في طبق. وكده اول تتبيلة جاهزة معانا. ويلا بينا ندخل على تاني تتبيلة معانا، هي البانيه. عندي هنا بيضاية واحدة، علبة زبادي، والبهارات اللي هقولكوا عليها دي كلها معالق صغيرة: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، بهارات فراخ، وعليهم كمان معلقة كبيرة من الدقيق. هقلب كل الحاجات دي مع بعضها، وابدأ اخفها شوية بلبن او مية. انا هنا استخدمت حوالي ربع كوباية لبن. كده التتبيلة جاهزة معايا. هنزل بشرايح الدجاج اللي عندي فيها بالشكل ده، اتبلها كويس وهركنها شوية، وبعدين اجهز لها الكفر بتاعها. عندي هنا كوباية بقسماط، عليها معلقتين كبار نشا، وكوباية فيجيتار، وده اختياري، تقدروا تستغنوا عنها وتخلوها كوبايتين بقسماط. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وهديلها كده رشة فلفل اسود وبهارات فراخ. وبعد البانيه ما تتبل عندي ساعتين، هبدأ بقى اجيب واحدة واحدة كده واضغط عليها كويس جدا. وهجيب جنبي اطباق واكياس بلاستيك عشان نعمل فاصل بين كل شريحة والتانية. شايفين بنفصل بين شرايح البانيه ازاي بكيس، عشان لما نيجي نطلع ونقلي ما نلاقيهمش كلهم لازقين في بعض. لما بنيجي نحمره بيطلع معانا بكل سهولة، وبنحمره على طول، يعني بنسيبه حوالي 10 دقايق كده اول ما بنخرجه من الفريزر، وبعد كده بنبدأ نحمره على طول. كده تاني تتبيلة جاهزة معانا، وهي البانيه. هغلفه بستريتش وادخله على طول الفريزر. وتالت حاجة واخر تتبيلة معانا، وهي تتبيلة الشاورما. عندي هنا كيلو صدور دجاج، هقطعه كله شرايح رفيعة بالشكل ده. وبعد كده هنجهز احلى تتبيلة للشاورما. عندي هنا ربع كوباية زيت او 3 معالق كبار زيت، وبعد كده هنزل عليهم معلقة كبيرة بهارات شاورما، دي بتيجي من عند العطار، واللي جاي كله معلقة صغيرة توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسود، بابريكا مدخنة، بهارات فراخ، شوية كزبرة برضو معلقة صغيرة كده. وننزل عليهم كمان بعلبة زبادي. ننزل بقى بشرايح الدجاج على التتبيلة بالشكل ده، ونقلبها كويس جدا، ونبدأ نقسمها في اطباق على حسب احتياجنا. وممكن نقطع شوية فلفل الوان كده في نفس الطبق ونشيله برضو في الفريزر، بتسهل علينا وقت التسوية. او لو حابين تشيلوها كده وقت ما تيجوا تعملوا تقطعوا بقى بصل وطماطم وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تحطوها عليها، حطوها براحتكم خالص. وكمان ساعة التسوية لو حابين طعم اقوى شوية ممكن نضيف لها معلقة دبس رمان، بتبقى حلوة جدا. وبس كده جهزت عندي 3 تتبيلات من احلى واسهل التتبيلات: فراخ مشوية، شاورما، وبانيه. وطبعا احنا كستات او امهات طول ما الفريزر فيه الحاجات دي ومش هنقف كل يوم في المطبخ، فده قمة سعادتنا. وبس على كده، يلا بقى اعملوا لايك وشير وفولو الصفحة لو عجبكم الفيديو.